بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم قناة يوميات أميرة البنا. النهاردة يا جماعة عملنا مع بعض فطيرة الكاستر من غير فرد ولا عجن ولا أي حاجة. حاجة طعمها وهم تتاكل وهي سخنة كده، عسل في ليالي الشتاء. في الصقيع اللي احنا فيه كده تدفينا. عايزة اقول لكم تحلية 10 دقايق وتكونوا عاملين احلى فطيرة بالسكر، من غير فرد ومن غير دهن ومن غير عجن ومن غير اي حاجة خالص. هتعجبكم بإذن الله. اتمنى اللي مش مشترك في القناه عندي يا ريت يشترك عندي، ويا ريت اللي مشترك يدوس اللايك. ادعموني يا جماعه باللايك الاول، وتعالوا شوفوا ازاي عملنا الفطيره الدايبه التحفه الطريه دي. دلوقتي يا جماعه انا عندي مقادير الجلاش. عندي انا هعمله طبعا بحشوه الكاستر. فالاول عندي كده اهو لفه الجلاش. انا بحب اشتريها من عند الناس اللي بيبيعوا الكسكسي ويبيعوا القطايف والكنافه وكده. بيبقى طازه طري، احسن من بتاع الشركات، مش مقطع. يعني قبل كده كذا مره جربت معاكم في القناه، حتى حضراتكم لو لاحظتوا معايا في اي فيديو قبل كده هتلاقوه متقطع من جوه بتاع الشركات. اما ده بيبقى طري زي ما حضراتكم شايفينه كده، وطازه اليوم بيومه تمام كده. فهجيب لفه جلاش كده من عند الراجل زي ما اتفقنا كده، تكون طازه. طيب هعملها بايه؟ هعملها بحشوه كاستر. فعندي هنا كاستر اللي هو الكيس، ولو عندكم العلبه بتاعت الكاستر على كل كوبايه لبن معلقه كاستر، ده معلقتين. فعندي هنا كوبايتين من اللبن، دي الحشوه. طيب هو الكاستر فيه فانيليا، بس انا برضو هحب احط كيس فانيليا واحد اعزز بيه الطعم. بس لو ما عندكمش فانيليا خلاص مفيش مشكله. طيب كمان لحشوه الكاستر عندي معلقتين سكر، والسكر طبعا حسب الرغبه. طيب ده كده مكونات الحشوه. طيب المكونات بقى اللي انا هدهن بيها ال ال الجلاش. عندي هنا معلقه كوبايه سمنه بلدي تمام كده. عايزين تعملوا زبده ماشي، بس ما تعملوش ابدا زيت لا. دي سمنه بلدي احنا عاملينها عندنا في القناه يا جماعه قبل كده، شوفوها بعملها دايما في البيت من وش اللبن تحفه. ودايما الحلويات الشرقيه او اي فطاير شرقيه كده يا جماعه، السمنه البلدي الحلوه هي اللي بتديها النكهه الحلوه تمام كده. وعندي كمان علبه زبادي عشان تدي للجلاش طراوه، تكون طازه. وعندي هنا عشان يورق معايا الجلاش البيكنج باودر تمام كده. طيب اول حاجه اعملها ان انا هعمل الكاستر. هعمل احط هنا بقى كده كوبايتين اللبن. كوبايتين اللبن يا جماعه يكونوا على البارد تمام كده، عشان الكاستر لما نحطه ما يكلكعش مننا ويدوب بسرعه. طيب لو زي ما اتفقنا، بس عايزه اقول لكم لو عندكم العلبه بتاعه الكاستر هناخد معلقه كبيره مش معلقه صغيره تمام كده. هنا الكاستر عندي هنا يعتبر معلقه كبيره، يعني دول معلقتين كبار تمام كده. ادوبهم كده اهو، معلقتين كبار على كوبايتين اللبن، وكل كوبايه لبن معلقه كبيره تمام كده. طيب هحط معاها كمان السكر. السكر طبعا حسب الرغبه اهوت، واقلبه كويس. وهحط كمان كيس الفانيليا زي ما اتفقت، كله كده على البارد. وبعد كده هرفعه على النار اهو. هرفعه على النار بعد كده يا جماعه، وخليكم معايا. بصوا يا جماعه انا كده دوبت كل الخليط عندي كده لحد ما كل الكاستر عندي داب تمام كده. ورفعته بقى كده على النار دلوقتي على نار متوسطه، وايدي فيه كده مع التقليب لحد ما كله كده يبتدي يبقبق زي ما احنا متفقين دايما يبتدي يبقبق ويبقى استوى. وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعه اول ما ابتدى يبقبق كده اهيت شايفين كده، وابتدى القوام يبقى كريمي، هطفي النار وهعمل هنزله في بوله واغطيه بالاسترتش. بصوا كده يا جماعه انا عملته كده بورق الاسترتش من فوق، علشان خاطر عمال ما اخلص دهن الصينيه وفرد الورق هيكون عمل وش تمام كده. فانا مش عايزاه يعمل وش، غطيته بالاسترتش زي ما حضراتكم شايفين تمام كده. طيب هعمل دلوقتي؟ هاجي الاول كده والسمنه قبل ما احط عليها بقيه الخليط، هبتدي ادهن الصينيه. ولازم الصينيه يكون ليها حرف، علشان هقول لكم ليه دلوقتي واحنا شغالين تمام كده. اهيت ادهن الصينيه الاول. بصوا يا جماعه كده خلصت دهنها. هعمل بقى دلوقتي كده؟ هاجي بقى على السمنه واحط عليها علبه الزبادي اهيت. وابتدي بقى اقلب كويس قوي كده علبه الزبادي. ولازم علبه الزبادي يا جماعه تكون طازه عشان طعمها يبقى حلو تمام كده. وهضيف كمان ورقه البيكنج باودر. هاجي بقى كده يا جماعه ابتدي اشتغل فيها. هعمل
اول حاجه يا جماعه في القعر لازم الورق يكون زي ما حضراتكم شايفين كده، ما تكونش مخرومه. ممكن لو اي ورقه مخرومه تاجلوها لفوق. ليه؟ لان السمنه هنا فيها زبادي، لو الورقه مخرومه الزبادي هتسقط منها تحت هتحرق هتتحرق في القعر، تمام كده، وهتلزق. طيب هعمل ايه؟ فلازم اتاكد ان الورقه تكون سليمه زي كده واحافظ عليها. هعمل ايه؟ هحطها كده اهو، اخلي نصها جوه ونص التاني كده ايه بره، تمام كده. وبنفس الحكايه كده، بس الاول ايه ادهنها الاول من هنا كده اهي. بصوا كده يا جماعه، احنا هنبني بقى الصينيه كده مع بعض. انا دلوقتي اخدت بعمل اول طبقه زي ما اتفقنا كده اهي. بعمل ورقه نصها لجوه ونصها لبره، وبعد كده بلزق فيها الورقه اللي بعديها تبقى لازقه في بعضها على طول خالص كده اهي. بملى كل الفراغات اللي بينهم اهي، بحيث ان الورقه تبقى على الورقه، تمام كده. وبدهن كل صينيه كل طبقه بالزبده، بخليط الزبده الحلو او السمنه البلدي الحلو اللي احنا عملناه، تمام كده. حاجه بس عايزه اقولها لكم يا جماعه، ان ورقه البيكنج باودر اللي انا حطيتها كانت كتير. فعملت ايه؟ اخدت منه معلقتين، جمدت في بعضها، فاخدت منه معلقتين بس وسيحت مقدار زبدة جديد وضفته عليها، وكده السمنة رجعت سايحة تاني زي ما كانت. فورقة البيكنج باودر كتير قوي على على كوباية السمنة. طبعا ما رميتش اللي انا شلته، لان خدت منه معلقتين بس. الباقي كملت عليه سمنة بلدي من اول وجديد. وبعد كده عملت ايه؟ عملت بيه صينية جلاش تانية في ساعتها، تمام كده. زي ما انتم شايفين كده اهو. انا دلوقتي بعمل الفطيره بتاعتي من تحت كده اهي، بحط الطبقات كلها مع بعضها زي ما حضراتكم شايفين، ورقه سلمه ورقه، ومع كل ورقه بدهن دهنه خفيفه. ودلوقتي زي ما انتم شايفين ان ان الكاستر عندي ما عملش وش وجميل ونزل سايح زي ما هو، مش سايح يعني، مظبوط، مقوام مظبوط اهو. وببتدي بقى ايه اقفل عليه كويس، تمام، طبقة على طبقة. وبرده ادهن كل طبقة انا نزلتها من اللي كانت بره الصينية، تمام كده اهي. بقفل كده كويس، تمام. ومن كل طبقة بنبتدي ايه ندهنها. طيب سهلة جدا يا جماعة وما فيهاش اي حاجة. وبعد كده هعمل ايه بعد ما اقفلها من كل؟ انا بس حابه انبهكم تاني، السمنه اهي خدت معلقتين من الخليط اللي انا عملته لما جمد، وضفت عليه كوبايه زبد سمنه بلدي من اول وجديد. فمحدش يعمل دي، تمام كده اهو. وبعد كده بقفل عليها اهو من كل الاتجاهات. وبعد كده بقى هاخد كده، احنا عملنا من تحت بس، تمام كده. بعد كده بقى هاخد تاني جلاش من من التاني من اللي لسه من بره، وهبتدي احطه عليه كده من فوق، اغطي بيه الطبقه دي كلها اللي احنا مقفلينها، تمام كده اهو. هاخدها واحطها هي من فوق، وابتدي انزلها من تحت، بحيث انها تبقى فطيره متقفله من تحت ومن فوق، تمام كده اهيت. طبقه انا عملت هنا حوالي 5 طبقات او اربعة تقريبا اهو. باخد طبقة اهي وبدهنها برضو، وارجع تاني اخد طبقة تانية، مسحات بس خفيفة يا جماعة من السمنة، علشان ما تبقاش دسمة قوي، بتبقى كلها سمنة، تمام كده اهو. بصوا بلفها وبنزلها من تحت كده، بتمسك نفسها وبتبقى فطيرة فطيرة ما فيهاش كلام، تمام كده اهي. وبعد كده بقى بعمل ايه؟ بسخن طبعا الفرن، انا مسخناه من قبل ما ابدا فيها خالص يا جماعه. وهبتدي بقى ادخلها احط الشبكه على تلتين الفرن من تحت كده، بحيث ان هي ما تنشفش من فوق وتاخد لون من تحت بسرعه. عمال ما تاخد لون من تحت، لو انا سايباها في النص عمال ما تاخد لون من تحت هيكون وشها نشف، وانا مش عايزاها تنشف من فوق قوي، تمام كده. فهنزل الشبكه تحت تلتين كده، وابتدي بعد كده اعمل ايه؟ ادخلها في التلتين الفرن على درجة حرارة 200، تمام كده، او 180. عايزة اقول لكم ان شاء الله تاكلوا احلى فطيرة تحفة، هتعجبكم بإذن الله. بصوا بقى يا جماعه الفطيره بتاعتي وجمالها. انا شغلت بس عليها الشوايه اقل من دقيقه وانا واقفه. بصوا حلاوتها، بصوا واخده اللون من تحت ومن فوق وكله تحفه، ولا فرد ولا عجن ولا اي حاجه من دي. طيب انا طلع بس معايا الوش ناشف شويه، مش مشكله، طلعت طريه تمام. طلعت ناشف شويه كده معايا، هعمل ايه؟ كوبايه لبن دافيه، واحليها بمعلقه عسل نحل او معلقه سكر، وابتدي اسقيها. هبتدي بقى يا جماعه اسقيها زي ما احنا قلنا، بس لازم تكون كوبايه اللبن دافيه، وكمان هي تكون سخنه عشان تشرب مننا، تمام كده. لازم تكون سخنه زي ما هي. بصوا جمالها اللي بتشرب اللبن بيشربها ازاي.
طبعا انا محلياها بمعلقه عسل نحل. اللي مش بيحب الحاجه مسكره قوي يخليها بس كوبايه لبن دافيه من غير ما يكون عليها اي سكر. تمام كده، كفايه كده. تمام، كفايه قوي كده. هسيبها بقى لحد ما تطرى، وبعد كده هبتدي اقطعها. لو قطعتها من دلوقتي هتتكسر مني، فلازم تطرى خالص وبعد كده ابتدي اقطعها. بصوا يا جماعه، بعد ما حطيت عليها كوبايه اللبن، عايزه اقول لكم بصوا طارت ازاي، تحفه. بصوا الكاستر مبزبز منها، عسل عسل، هتعجبكم جدا باذن الله. قطعتها ل4، تقدروا تقطعوها ل8، تقدروا تقطعوها زي ما انتوا عايزين ايه بالعجله، بس انا هنا استكفيت ان انا اقطعها ايه على 4. تمام كده. بصوا لونها تحفه تحفه، طعمها حلو جدا. هبتدي بس دلوقتي ايه، ارشرش عليها بس ايه سكر بودره كده اهو، طبعا على حسب الرغبه. طبعا انا مسكراها شويه، برضو لو اللي ما بيحبش السكر يقدر ما يحطش عليها. تمام كده اهي. واي بقى مكسرات عندنا يا جماعه، انا عندي النهارده زبيب. تمام كده، هقدر احط عليها ايه رشه زبيب كده اهي. عايزه اقول لكم حاجه طعمها وهم، 10 دقايق تكونوا عاملين احلى تحليه في البيت، وهي تعتبر تحليه سخنه شتويه جميله، هتعجبكم باذن الله. تمام كده. اتمنى النهارده بقى انه لو عجبكم الفطيره بتاعتي تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.